طبعا في الصيف والحر ده لازم ايس كريم، وبما ان الايس كريم اللي بنشتريه من بره بيكون غالي وعليه مواد صناعيه، فالافضل نعمله في البيت بمكونات طبيعيه 100% واقتصادي جدا، والطعم افضل من بره بكتير. في الاول هنسمي الله ونصلي على رسولنا المصطفى. هبدا بالايس كريم المانجا. هحضر الكبه. هحتاج لنص كيلو من المانجا المفرزه، هضيف عليها 150 جرام من الكريم شانتيه، 50 جرام من السكر البودره، واضربهم في الكبه، وازود لبن حليب بالتدريج حسب القوام. محتاجين القوام يكون كريمي زي كده. هنزل بالايس كريم في علبه واغطيه واشيله في الفريزر على الاقل لمده 6 ساعات. نيجي بقى للايس كريم فراوله. هحتاج لنص كيلو من الفراوله المفرزه، 150 جرام من الكريم شانتيه، 50 جرام من السكر البودره، واضربهم كذلك واضيف اللبن الحليب بالتدريج حسب القوام ما يكون كريمي معانا. هحضر علبه وانزل فيها بالايس كريم واغطيه واشيله في الفريزر لمده 6 ساعات. نيجي بقى للايس كريم فانيليا موز. هحتاج لنص كيلو من الموز بدرجه الحراره العاديه، 150 جرام من الكريم شانتيه، 50 جرام من السكر البودره، وحوالي معلقه كبيره من الفانيليا. هضربهم كذلك في الكبه، واللبن الحليب هزود منه حسب القوام بالتدريج. هنزل بالايس كريم في العلبه واغطيه واشيله كذلك في الفريزر لمده لا تقل عن 6 ساعات. وده كده شكل الايس كريم بعد ما طلع من الفريزر. هحضر بوله وانزل بالايس كريم في البوله، وانزل عليه بصوص الكراميل بيدي تيست عالي خالص. وكذلك الايس كريم الفراوله هنزل بيه في بوله وانزل عليه بصوص الكراميل، وكذلك الايس كريم فانيليا موز. بجد الايس كريم طالع تحفه، شكل وطعم وقوام حاجه كده من وحي الخيال. جربوه مش هتبطلوا تعملوه، حاجه كده ترطب على قلبنا في الصيف والحر والفرهده دي. في النهايه لو شايف اننا نستحق الدعم، صلي على النبي واضغط لايك وفولو. ولو ما نستحقش صلي على النبي بس. القناه لسه في بدايتها، بدعمكم ان شاء الله هنوصل. والسلام عليكم.